لقد اتفق العلماء على أن رمضان أفضل شهور السنة، وتعتبر العشر الأواخر منه هي أفضل ما فيه، بل فيهم أعظم ليلة في السنة وهي ليلة القدر، الليلة التي قال عنها الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وتعتبر العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام شهر رمضان، حيث أنها أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة. فلقد جعل الله العشر الأواخر من رمضان أيام مباركة بقيام الليل والصيام النهار وكثرة الذكر والتهجد والاعتكاف. أما عن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فهي الاعتكاف. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويستغل هذه الأيام في العبادة الكاملة والإكثار في الدعاء. فكان الرسول يعلم السيدة عائشة رضي الله عنها أن تدعو في ليلة القدر. وكانت أيضا من سنن الرسول في العشر الأواخر قيام الليل والتهجد وكثرة التصدق. أما عن ليلة القدر فهي ليلة مميزة تتكرر كل عام هجري من شهر رمضان، وهي ليلة ذات أهمية كبيرة عند المسلمين، ولقد جاء ذكرها في القرآن والسيرة النبوية. فلقد نزل القرآن في هذه الليلة. أما عن سبب تسميتها بليلة القدر، حيث يقدر في هذه الليلة ما سيحدث في ذلك العام، وتتحدد فيها مصائر الناس من حياة وموت ورزق وفقر. أما عن معنى القدر أي التعظيم، أي أنها ليلة ذات قدر هذه الخصائص التي اختص الله بها هذه الليلة. أما عن العلامات التي تدل على أن هذه الليلة ليلة القدر، فتكون الليلة صافية لا برد فيها ولا حر. فاجعلها بصفاء نيتك وجميل عملك ليلة مباركة ليكتب لك الله فيها خير الأقدار. أتمنى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة.